السلام عليكم ومرحبا بكم معنا. اليوم غادي نتعمقوا في واحد الموضوع مهم بزاف وكيمس بزاف ديال الناس اللي كيفكروا يبيعوا طوموبيل مستعملة في المغرب. السلام عليكم. فعلا موضوع كيقيس بزاف ديال المغاربة. العملية ظاهريا كتبان سهلة ياك، ولكن راه كاين شي تفاصيل وشي مخاطر مخفية ضروري نعرفوها، خصوصا ملي كنشوفوا المصادر ديالنا كتهضر على جوج ديال الأنواع د المشترين. اييه، هاد النقطة مهمة. كاين الفرق بين يلاه بعتي لشي واحد غادي يستعمل الطوموبيل لراسو، هذا كيتسمى عندنا الكساب. الكساب. وكاين النوع الثاني. النوع الثاني هو إلا بعتي لسمسار. السمسار اللي هو وسيط، يعني كيشري ماشي باش يستعمل ولكن باش يعاود فيها البيع. وهنا فين كتبدا زعما الامور تتعقد شويه. بالضبط. وهذا التعقيد ماشي فعل البيع والشراء هو نيت، لا. المشكل الحقيقي كاين صراحة في الإجراءات الإدارية اللي كتجي من بعد، وبالضبط المشكل الكبير هو ديك المدة الطويلة باش كتخرج البطاقة الرمادية الجديدة، الكارت غريز يعني. الكارت غري. هذاك التأخير هو اللي كيخلق شي وضعيات صعيبة وممكن تكون حتى خطيرة على البائع اللي باع. تماما. هذاك هو مربط الفرس كما كيقولوا. واخا نمشيو دقة دقة إذن، ناخدو الحالة الأولى ديال الكساب. هنا الأمور كتبان واضحة شوية، لا؟ هي نسبيا أوضح. البائع والمشتري كيمشيو غالبا للمقاطعة، كيديروا تصحيح الإمضاء في البطاقة الرمادية القديمة. صافي، المشتري كيعطي الفلوس كياخد الوريقات ديال الطوموبيل، ولكن ماشي كلهم ياك؟ لا أكيد. شهادة التأمين الأصلية كبقى عند البائع الأول، حيث هي بسميته هو. مفهوم. والمشتري الكساب شنو كيدير من بعد؟ الكساب أول حاجة ضرورية خاصو يديرها هي التأمين ديالو بسميته هو. عاد ديك الساعة كيمشي لمصلحة تسجيل السيارات باش يدفع الدوسي ديالو ويخلص داكشي اللي عليه. ولكن هنا فين كيجي المشكل اللي دوينا عليه في الأول ديال الوقت. أيه هو هذاك. المدة اللي كيتسنى فيها باش تخرج الكارت غريز جديدة بسميته ممكن تكون شهر، شهرين، شي مرات كتوصل حتى ل3 شهور ولا أكتر. 3 شهور بزاف هادشي. بزاف بزاف. وهذا الانتظار الطويل هو السبب الرئيسي اللي كيخلي الحالة الثانية ديال السمسار تكون فيها مشاكل كبار. واخا ندوزو ليها دابا. الحالة الثانية، البيع للسمسار. كيف ما قلتي هو وسيط كيشري باش يربح ويعاود البيع. هو زعما تاجر سيارات مستعملة. المشكل ماشي في التجارة ديالو، الإشكال كيبدا ملي السمسار ما كيبغيش يدير ديك السيارة بسميتو بعد ما شراها. علاش؟ حيت الإجراءات طويلة وهو باغي يبيع دغيا؟ بالضبط. تخيلي كون كانت الكارت غريز كتخرج دغيا مثلا في واحد 3 ايام ولا سيمانه كاع، كيف ما كيقترحوا شي تحليلات ما كانش غيكون هذا المشكل كامل. كان السمسار غيديرها بسميتو، يخلص عليها الضريبه وتكون الامور قانونيه واضحه. ولكن بما أنها كتعطل بزاف كيلقاو حل آخر اللي هو ديك الوكالة. هي هذيك الوكاله. البائع الاول اللي باع وشد فلوسه كيعطيه للسمسار وكاله. وهاد الوكاله شنو كتعني؟ كتخليه يدير كلشي؟ تقريبا كل شيء. كتخليه يسوق الطوموبيل، يتصرف فيها كيف بغى، يبيعها لواحد اخر وينقل الملكيه ديالها للمشتري النهائي. ولكن هذا الشيء كله كيوقع والسياره مازال قانونيا بسميه البائع الاول. يا لطيف، هذه هي اللي خطيرة بصح. خطيره جدا. هنا فين كاين الكارثه المحتمله اللي كتشير لها المصادر. قانونيا شكون هو مول السياره في هذيك المده كامله بين ما باع الاول وما شرى النهائي وسجل؟ هو البائع الأول اللي مسكين كيسحب راسو تهنى. هو بالضبط. إلا دار بها السمسار أو شي واحد كلفو السمسار باش يسوقها شي مخالفة ديال السرعة وشدها الرادار، الغرامة غتمشي لسمية البائع الأول. أو كفس من هكا يلا ضرب بها شي حادثة. حادثة سير أو تستعملات في شي عمل إجرامي ممنوع لا قدر الله. المصادر كتعطي أمثلة وخا ما كتعممش، بحال التهريب ولا شي حاجة. شكون المسؤول المدني والجنائي الأول؟ هو السيد اللي باع ودار وكالة. الملكية راه ماشي هي تصحيح الإمضاء في المقاطعة وصافي، لا. الملكية القانونية ما كتحولش رسميا إلا بتسجيل في مصلحة تسجيل السيارات وخرجت الكارت غريز الجديدة. يعني السيد يقدر يلقى راسو متبع في البوليس في المحاكم، خاصو يخلص غرامات ما عرفت منين جاتو، واللي يثبت البراءة ديالو في شي مصيبة هو ما عنده علاقة بها غير حيت باع بوكالة. هادشي اللي كيوقع للأسف في بعض الحالات. كيبقى تابعوا البحث والمشاكل وخا هو باع وسهله شحال هادي. إذا خلاصة هادشي كامل، المصادر كتقول أن أصل المشكل الجذر ديالو هو ديك البطء الإداري، داك التعطال في خروج الكارت غريز. فعلا هو السبب الرئيسي. والحلول المقترحة كتبان منطقية.
أولاً الجهات المسؤولة غالباً وزارة النقل والتجهيز خاصها تلقى شي حل تسرع به هاد العملية ديال التسجيل. وثانيا، ثانياً خاص شي تنظيم قانوني وضريبي لهاد المهنة ديال السمسرة في السيارات باش تخرج من هاد زعما العشوائية اللي كتضر بزاف البائعين اللي كيكونوا حسنين النية. باش كل شيء يخدم في الوضوح وتحت مظلة القانون. بالضبط. إذن الفكرة الأساسية اللي نقدروا نخرجوا بها من هذا النقاش هي أن بيع طوموبيل مستعملة، وبالخصوص إذا كانت بوكالة سمسار، راه ممكن يكون فيها مخاطر قانونية كبيرة على البائع. والسبب الأولاني لهذا الخطر ماشي هو السمسار براسو، ولكن هو ذاك التأخير الكبير في الإجراءات الإدارية ديال التسجيل. هادشي اللي كاين. وهاد الحالة بالضبط ديال بيع السيارات كتخلينا نفكروا ياك نتسائلوا على واحد الحاجة اللي كبر منها. اللي هي شحال من قطاع آخر، شحال من معاملة في حياتنا اليومية احنا كمواطنين كتعاني من نفس المشكل ديال البطء الإداري والتعقيدات البيروقراطية. وشنو هو التأثير الحقيقي ديال هاد الشيء ماشي غير على راحتنا وصحتنا النفسية، ولكن حتى على الاقتصاد ديال البلاد بشكل عام. هذه هي النقطة اللي كتفتح لينا باب التفكير للمستقبل. فعلا نقطة مهمة وعميقة للتأمل. شكرا جزيلا على هذه التوضيحات القيمة. شكرا لكم.